جاي. يوه ياسين جاي. ليه ده خضرة جميلة. انت خلاص هتعملي خصوصية. اه بلاش. لا حلوة كده. هنا وكده. يلا يا عسل. فيديو مستحيل طبعا. ايه ده هو نط ازاي؟
يلا نزلي كلها تحت. انا طلع الطب. عارفين طلع الطب. يا حبيبي ما جاك حبيبيش. لا عادي بس خلي بالك لا تقع. طب اظبطي لي الكاميرا. انت فاكره يا ريم الرحله بتاع اسكندريه ولا ناسيها؟ شو ليه تشاش كان عندك 5 سنين؟ كان عندي 5 سنين مش فاكره برضو؟ ما يلا طب يلا طب يلا
يعني احنا هنقعد شاطر اشطر مني. اشيل ايه؟ خلاص هي بتكتب بس انا حاسه كأني انا شايفاها قدام، كأني انا شايفاها من تحت، بتتكلم من تحت. انا شايفه حاسه لو مش عايزه توريها وجهي منطق يا بنت قوي هي منطق ونس فيها كل ما اقول لها لازم ولا لا ماشي احنا كنا بنقول ده ما حدش كان بيسأل عليها كانوا ماشيين في مزاجهم ولما كنا بنعمل في ضرب حدود الناس كلها والله ايه ده هيومن والله لو النبي اقول لك فاضل بقى التوكه اللي في الطرحه دي. انا كل شويه اجيب حاجه. انت بقى نفسك جنب اشياء. صورك بقى جنب الاشياء. حسبي حسبي. يا عيني يا ريم زعلتي؟ لا ما توسخوا كده. يلوي الشنطة والدنيا يا اختي يا اختي. الموجي انا ما بيهزرش. ما بيهزرش. ده ما بيهزرش خالص. انا استاهل ضربة جزاء. مش انت عايزة اغسليه بقى في المية. اغسل ايه؟ البرنيط. تعالي اغسليه. أبسطت عليا اللحظة الرومانسية. عسل يا ريم. يعني معلش يعني. ما انا صورتك بقى فيديو الحاجات دي. صورتك بقى فيديو الموقف ده ابعتهولك.
بعد ايه بقى يا اختي؟ احنا راقدين في الشقة. المفروض والله العظيم ما نقعد في الشقة غير ساعة النوم والأكل، وطول الوقت نبقى على البحر. ايه ده؟ هذا بقى على الكورنيش. في كيس بس. انت صورتي بقى خلاص؟ انا صورك معايا يعني؟ طب صوري فيديو. مش باين اصلا. يلا. ساعة الا ربع يا مفتري بتعمل ايه؟ لما ساعة تخلص العدة كلها.
خلاص ماشيين النهارده يا جماعه، ماشيين وبنودع الشقه الجميله التحفه دي، عقبال يا رب كده المره الجايه ان شاء الله. خلاص ماشيه، فلازم بقى انضف المكان زي ما جيت لقيته نضيف وحلو زي الفل، لازم برضو انضفه واخليه زي ما جينا لقيناه بالظبط. قبل ما نبدا بقى الفيديو بتاعنا، الفيديو هيعجبكم قوي، متنوع، وهننضف فيه الشقه بالكامل بالكامل بالكامل، وامسحها وانضفها واخليها قشطه كده. قبل ما نبدا بقى الفيديو بتاعنا، حطي لايك للفيديو يا اختاه، واشتركي بقى في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس وشيري الفيديو علشان كله يستفاد من الفيديو وكله يقوم كده يتشجع ويتنشط معانا. ولا تقعدوا تتفرجوا خلاص؟ لا، ما تستسلميش للقعده، ما تستسلميش للكسل، قومي نضفي مكانك يا حاجه، قومي. صليتوا على النبي يا اولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفرك ربي واتوب اليك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. زي ما انتم شايفين، سريع سريع، تنظيف تنظيف، نخلي المكان بتاعنا ده نسيبه كده وهو احسن ما استلمناه كمان ان شاء الله باذن الله. ربنا يقويني ويقدرني كده واخلي الشقه دي احسن ما استلمتها. طبعا احنا مسافرين بقى خلاص ومروحين بيتنا، فمحتاجه ميه كتير. همسك بقى الازايز بتاعتي واغسلها كويس جدا وابدا املاها ميه، بس طبعا مش من الحنفيه لان ميه الحنفيه مميته قاتله فظيعه وحشه جدا. اغسلها واملاها بقى ميه معدنيه واحطهم بقى في الفريزر علشان يلحقوا ان هم يتجمدوا ويكفونا في السفر، لان واحنا جايين ما كنتش جايبه ميه معايا كفايه، واضطرينا ان احنا نشتري ازايز ميه معدنيه اللي هي الصغيره خالص، البق الصغير ده اللي ما يشبعش عيل صغير، والازازه بتبقى ب15 جنيه استغلال يعني. فطبعا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، انا اتلدغت وانا جايه، اتلدعت وانا جايه، فهامله بقى ازاز كتير بزياده تكفيني بقى طول فتره السفر، لان سفر طويل يا جماعه، 10 ساعات. ايوه 10 ساعات سفر عشان اروح بيتنا تاني يعني. اهو زي ما انتم شايفين بقى كده، هامله الميه بتاعتي من الكولمن ده. طبعا الكولمن فيه ميه معدنيه، ميه نظيفه يعني، بس انا بفضيها في الكولمن عشان مش هعرف املى من الازازه. الازاز اللي هي الكبيره القارورات دي مش هعرف املى منها الازاز، فبحطها في الكولمن وبملى بقى من الكولمن. بحط بقى في الفريزر، ارصرص كده في الفريزر، ونشوف هنعمل ايه تاني. ورانا كذا حاجه هنعملها، حاجات كتير قوي هتتعمل ان شاء الله عشان نخلي المكان كده فله. طبعا هغسل البوتاجاز، بس قبل ما اغسل البوتاجاز قلت اعمل اكل بقى هناكله دلوقتي، واكل هاخده معايا يعني، هناخد اكل معانا برضو واحنا ماشيين في السفر، علشان ما اعملش زي ما كنا جايين. واحنا جايين ما كنتش جايبه اكل كفايه، فاضطرينا نشتري اكل كتير برضو. وعندي برضو قبل ما همشي عندي شويه غسيل بتاع العيال، غسلنا يعني هيغسلوا برضو في السريع كده عشان يلحقوا ينشفوا، لان هنا سبحان الله رغم ان البلكونه هوا جدا الا ان الغسيل ما بينشفش بسرعه. ليه؟ لان طبعا مش متجفف، انا يا دوبك بس على قد ما بقدر اعصره كده، ما بعرفش اعصر كويس كمان يعني، ايدي اعصابي سايبه كده فما بعرفش اعصر كويس. فحتى الست اللي كانت في الشقه اللي تحتينا، اللي كانت ساكنه في الشقه اللي تحتيه، اشتكت وزعلت، تقول لي لو سمحتي بس بقى الغسيل بتاعك بيغرق لي الهدوم بتاعتنا، بتبقى خلاص قربت تنشف وتيجي انت تنشري عليها فالهدوم بتغرق ميه تاني. فانا بصراحه ما كنتش باخد بالي من النقطه دي، فاعتذرت لها وقلت لها معلش يعني اسفه جدا والله ما خدتش بالي، وعموما احنا خلاص ماشيين يعني. قالت لي واحنا كمان ماشيين، ما احنا جايين معاكم يعني، بس بالله عليكي يبقى ايه اعصري الهدوم كويس. فقلت لها خلاص ماشي. والله مش قصدي خالص ان انا اضايق يعني، اضايق جارتي، انا ما اعرفهاش اصلا، بس يعتبر هي جارتي اللي في الشقه اللي تحتيه، فمش قصدي والله خالص ان انا اضايقها بان الغسيل بتاعي ينقط ميه. بس هو طبعا هنا النظام هنا مفيش غسالات، فمفيش بتاع ده، الكشاف مفتوح، ثواني هقفل الكشاف بس. فمفيش مجفف يعني، ما بعرفش اجفف الهدوم، وانا زي ما بقول لكم اعصابي ضعيفه فما بعرفش اعصر كويس، دي مشكلتي يعني. بس على قد ما قدرت بعد ما قالت لي يعني على قد ما قدرت بقيت اعصر كويس على قد ما اقدر يعني، بس مش مين اللي هنا
اهو يعني انا عصرت هنا الهدوم، وبرده وانا بنشرهم في البلكونه هتك عليهم في العصر تاني عشان ما نزعلش الناس مننا، وما ينفعش ان احنا نزعل حد يعني. وخلاص احنا كده كده ماشيين، فنسيب ذكرى حلوه مش ذكرى سيئه الناس تدعي علينا بيها. صليتوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. هنا ريم كانت غاسلة البناطيل بتاعتها، فرحت لمام على جنب كده، فزي ما انتم شايفين والله بدأت ان انا اعصر تاني، وببص برضو كده وانا بنشر لحسن يكون الهدوم برضو بتنقط على غسيلها. هي نشرة بصراحة تحت، فمش عايزة اضايقها والله، بس غصب عني. شوفوا لو تلاحظوا بنشر كل حاجة وابص، انشر وابص اشوف في مية بتنقط من الهدوم ولا لا. ما بحبش اذي حد خالص خالص. شوفوا الهوا هنا، هوا فظيع يرد الروح. هوا البلكونه ملوش حل بصراحه، يا خساره. خلاص بقى ماشيين، سبحان الله. قعدنا اسبوع في الشقه، الاسبوع عدى كانه هما 7 ايام كانهم 7 ساعات. عدى بسرعه جدا جدا، سبحان الله. فجوزي بيقول لي كده، هو بيقول لي الايام الحلوه كده بتجري بسرعه. قلت له ايوه حصل فعلا. بصوا هنا برضو فضلت واقفه في البلكونه بطمن ان الهدوم بتاعتي ما بتنقطش على غسيل الست اللي تحتينا. خلاص نشرت بقى الهدوم بنجاح. يلا بينا نخش على الاوض نلم بقى الملايات والحاجات دي وخلاص. هلم كل حاجة، سلمهم بقى الشقة زي ما استلمناها. لسه هفضي برضو الدواليب دي واحط بقى في الشنط حاجتنا وهدومنا وهدوم العيال يعني. مسحوبة كنت جايبة مسحوب معايا كتير، كنت جايبة 2 كيلو بس فاض منهم كتير، يعني استعملت بتاع كيلو وفاض كيلو. حاول بقى اكربس الشنطة، اكربسها كده زي ما انتم شايفين. اول شنطة لسه، طبعا في شنط كتير لسه هتتملي. كل الهدوم دي برضو عايزة تتطبق وتتحط في الشنط اهو.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فرق شاسع وأنت لسه جاية وجايين مكان جديد وبتفضي الشنط، وبين وأنت ماشية وبتلمي الشنط، فرق رهيب والله بجد. يعني هنا أنت بتلمي شنطك بدموع عينيكي، لكن وأنت لسه جاية بتفضي الشنط بابتسامة وشك، بفرحة وابتسامة ودموع فرح. يلا خير خير. هي الدنيا كده يا جماعة، هي الدنيا كده، هي الدنيا كده، ناس ماشية وناس جايين، اهو احنا فعلا ماشيين وفي ناس هتيجي بدلنا. الدنيا زي ما هي، ناس رايحة وناس جايين فعلا حقيقي. طبعا كنا جايبين عيش معانا بقى بزيادة علشان السفر برضو، عشان نتغدى منه النهاردة ونفطر النهاردة ونتعشى النهاردة، واحنا برضو مسافرين واحنا في السفر وهكذا يعني. مش هتروح خالص الروح. لا لا بتاخد وقت يا احمد يعني. كيس دول لا 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 مش كيس دول، كان طالع لك واحد في وشك اختفى. هو تحت الجلد ده اصلا. لا لا ما تقلقش. ريم قالت لك ايه؟ قالت لي لا دي بتاعتك دي بتاعتك. الله. العيال طلع لهم حاجات كده تورمات في وشهم مش عارفين اسبابها ايه. ريم كان طالع لها فوق عينيها، وانس طالع له في عظمة الخد كده، ومتبهدلين حرفيا والله، كلنا متبهدلين الحمد لله. هغسل بقى المواعين وهنضف المطبخ قبل ما امشي، هدعك المواعين كويس جدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك ربي وأتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هنا كان عندي بطاطس فقلت بدل ما اروحها معايا تاني هتقولي طب ما تسيبيها في الشقة للناس اللي هتيجي بعديكوا. عايزة أقول لكم بيرموا كل حاجة، يعني الناس القائمين على الشقق بيسكنوا بيمشوا الناس بيرموا اي حاجه. انت لو سايبه اي حاجه بيرموها في الزباله، بحيث الناس اللي بتيجي تسكن بعدك بيستلموا الشقه فاضيه ما فيهاش كيس ملح حتى، هو كده. فاي حاجه من الحاجات دي حرام هتترمي، اي حاجه هسيبها هتترمي، يعني ما فيش حد هيستفاد بيها يعني. فرحت بقى جايبه البطاطس اللي كانت عندي كلها ورحت مقطعها كده ومقشراها، وقلت ايه احمرها ونبقى ناخدها معانا في الطريق يعني، او العيال ياكلوا منها قبل ما نمشي نستفيد منها. فاهمين قصدي ازاي؟ اهو جبت البطاطس وقشرتها وغسلتها كده زي ما انتم شايفين، وهقليها بقى في الزيت. بس انا مش فاضيه اقليها دلوقتي، انا هنضف بس الاول الشقه، فهنقع كده في شويه ميه واحطهم في التلاجة لحد ما اجي اقليها. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث،
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هنا كنت دخلت على البوتاجاز بقى، لازم هو كمان اغسله والمعه كده زي ما استلمته نضيف اسلمه نضيف. ده من اداب ان انت تخشي اي مكان يعني. هنا الليفه ما كانتش مساعداني، بس يلا ماشي الحال. الفرن برضو كنا بنسخن فيه عيش، فكان بيبقى فيه نازل ردة كده نخالة يعني، فرحت برضو مسحاه. دخلت على الحوض هو كمان مسحته. برضو بمسح الرخامة. خلصت المطبخ والبوتاجاز، دخلت على السرير اللي احنا كنبه، بس كنا فاتحينها السرير عشان السراير مش مكفيانا يعني، كانوا 4 سراير صغيرين، فهنمها بقى تاني تبقى كنبه تاني اهو. بس كده نرجع كل شيء لاصله. حطيت اللايك يا اختها، متنسيش بقى تحطي اللايك بالله عليك اهو. خلاص خلصت الصالة، كان استوى ارجع امسحها بس مش الوقت يعني. اخش بس على الحمام ادعكه هو كمان كده في السريع، بس المقشة مش بتنجز معايا، لازم ليفة، وانا بصراحة قرفانة امسك الليفة وقرفانة ادعك الحوض بالليفة، بس عادي بقى مش مشكلة. لبست كيس كده في ايدي وبدأت اتعامل يعني. هنا الحوض كان مسدود كده، فحاولت ان انا اسلكه بالبتاعة دي. تغسلي؟ مش عارفه بترمي لبسي انا هنا ليه؟ انت تلبسيها تاني؟ وانا اقدر استنى عنها؟ جميلة بصراحة، والبتاع اللي انا جايبها لك البيضة برضه تحفة. بحب الحاجات دي اوي، هاند ميد كده. بالحق يا ريم، ريمو هقولك
في توكة اللي هي التوكة الوردة المشبك دي في المنور بتاعتك، وانا بغسل امبارح الشنط لقيتها في الشنطة. التوكة اللي انت الوردة اللي انت بتحطيها في الشنط دي. غسلت اللي هو التوتي باج دي وكله. فكنت بقول لكم ايه بقى يعني زي ما انتم شايفين مش محتاجه اقول يعني. بمسح بقى الارضيه رغم ان الشرشوبه معوقه، بس اهو ماشي الحال ماشي حالها. وهنا بقى كاترين ورانا مسحوا الاوض، وانا عملت الصاله والمطبخ والحمام، كل واحد عمل حاجه يعني. بس كده خلاص يا جماعه، الفيديو بتاعنا خلاص خلص، وماشيين وبنلم شنطنا بنلم حاجتنا، وشكرا، سلام.